باستغرب جدًا لمّا أكون قاعد في نقاش أو قاعد باتكلّم مع حد أو أسمع حد بيتكلّم في حاجة بديهية جدًا، يعني بيكلّم حد تاني في حاجة بديهية يبدو من بساطتها الفكرة إن هو ما ينفعش إن حد إن يختلف عليها 2. وهو الكلام فعلًا كده صح، والاقي الشخص التاني ده أولًا بدأ يفعّل عارفين ال يبدأ يفعّل الأسلحة بتاعته على كتفه كده، يبدأ أول حاجة يهاجم الشخص اللي بينصحه أو اللي بيقول له الحاجة البديهية ديّة. بعد كده يبدأ إن هو يحاول إن هو اللي يتنطط على الشخص ده. وبعدين يبدأ إن هو اللي يهاجمه عشان يقول له إن لأ، إن أنت كلامك ده غلط. باتفاجئ بده كمان حتى في حاجات بديهية، حتى في حاجات مثلًا في الbusiness لمّا نيجي نتكلم على ال 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 حاجات يعني عشان كده أنا باحب عقلية الbusiness لإن هي دايمًا عقلية مرنة متغيرة. لحد ما قرأت بقى مقولة لعلي بن أبي طالب آآ غيّرت المفهوم ده عندي تمامًا. غيّرت مفهوم إن أنا لمّا آجي أتكلّم مع حد أصلًا أتكلّم معاه إزاي. سيدنا علي بن طالب بيقول إيه، بيقول: "إن الناس قد بنوا لأنفسهم من أفكارهم أكواخًا لا تهدموها." دي أول حاجة جات أو أول حاجة ضربت في دماغي في نقطة إن الناس بنت كوخ. كوخ يعني إيه؟ يعني بيت. كوخ يعني إيه؟ يعني استقرار، يعني سكن. ففي الآخر الفكرة هنا إن كل بني آدم حَط الأفكار بتاعته اللي هو مقتنع بيها وقفل على الأفكار ديّة وحَط ليها منطقة أمان، وبقى يقول خلاص أنا دي منطقة الأمان بتاعتي. أفكاره اللي هو قافل عليها أو حاطط لنفسه عليها منطقة معيّنة، هي منطقة محرمة لا تُمَس، ما حدش يقرّب منها. ليه؟ لإن هي ال ال ده بيته وسكنه واستقراره وحياته وطمأنينته النفسية، كلّها الحاجات اللي متعلقة بالعقل اللاواعي عندنا اللي هي المشاعر. تمام؟ عشان كده أول حاجة قال لك لا تهدموها. طب ما دام مش هاهدمها طب أعمل إيه؟ ما هو ماشي غلط. وده على فكرة بينطبق على أي حاجة إحنا ممكن نتعامل قال لك إيه: "ولكن" شوف بقى الفلسفة الغريبة في الإقناع بتاعة سيدنا علي بن طالب، يقول لك: "ولكن ابنوا لهم من أفكاركم قصورًا." آآ ولكن ابنوا لهم للناس يعني من أفكاركم أنتم قصورًا، فإن رأوها هدموا أكواخهم بأيديهم. الفكرة هنا إن هو المنطق بتاع سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لك إن أنت لا يمكن إن أنت تهد لواحد بيته وسكنه وكده وتسيبه هو كده بالنسبة له بقى في العراء بإن أنت تروح تهاجمه بشكل مباشر، بإن أنت تقول له إن أنت غلط، بإن أنت تبدأ إن أنت تحاول تكسّر البيت بتاعه. ما هو دلوقتي شايف إن أنت تهديد، مش شايف إن أنت حد جاي بينصحه وحد جاي بيضيف له حاجة جديدة. هو شايف إن أنت جاي تهديد بتهد الأمان والاستقرار والسكينة والأمان النفسي والبيئة اللي أنا عايش فيها اللي هي الساكنة، وجاي عاوز تدّيني أفكار جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. على فكرة بالمناسبة ده كمان ده مع نفسنا. يعني أنا لو جيت راجعت الموضوع ده مع نفسي أكيد النفس بتميل للراحة. فلمّا آجي أقول لها إن أنت يالّا بينا عشان إحنا محتاجين نصحى عشان نصلّي الفجر، ويا سلام لو أنا سهران لحد وقت متأخر. يالّا بينا عشان إحنا عندنا ساعة كل يوم بنقعد نذاكر فيها بعد الفجر. يالّا بينا عشان عايزين نلعب رياضة مثلًا، يالّا بينا عشان عايزين نعمل حاجة مختلفة عن الحاجات اللي النفس اتعودت عليها. إيه اللي هيحصل؟ برّه الاستقرار وأنت أصلًا إحنا إيه الروتين بتاعنا اللي بيبقى المعتاد؟ scroll، نتفرّج على فيديوهات كتير، نضيّع الوقت في الولا حاجة، في اللاشيء، ما بنعملش حاجة مفيدة. ف ف ف فكل الروتين ده إحنا عايزين نغيّره. طب لمّا آجي أقول للنفس مرّة واحدة لأ بُص بقى من بُكرة انسي بقى موضوع الفيديوهات والّا اليوتيوب والّا الscroll والّا التيك توك والّا الكلام ده كلّه. أنا من بُكرة ما فيش فيديوهات تاني خلاص مش هاتفرّج على حاجة. إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن النفس هتتصدم وهتبدأ إنها تفعّل كل الدفاعات بتاعتها، اللي هو أنت بتهزر، ده أنت معوّدني بقى لك 20 سَنة على إن إحنا كل يوم بنعمل ده. لأ، تعالَ بقى خُد عندك أولًا الmood بتاعك مش حلو. ممكن تعمل لك حالة من الإعياء، إعياء ف ف يعني يحصل عندك إعياء فعلي توهمك بفكرة الإعياء. أنت تعبان، أنت زهقان، أنت قرفان وكان في دوبامين بتاخده، ما فيش دوبامين كمان، أدي الدوبامين كمان وقع. ورّيني بقى أنت هتعمل إيه. فليه بقى؟ لإن أنا فكّرت إن أنا أهدم الفكرة اللي عندها مرّة واحدة.
عشان كده دايما من الحاجات اللي بتتكلم فكره ان انا بحب اغير مفهوم، يقول لك ان انت دايما لما تحب ان انت تغير عند انسان مفهوم، دايما حطه له في قالب عاده قديمه هو كان بيعملها، وغير في العاده دي نقطه واحده بس، وبعد كده ابدا ان انت غير النقطه رقم 2 و3 و4، فكانك بتفتت العاده ل 20 عنصر صغير، 20 نقطه صغيره، فلما يتعملوا ال 20 لوحديها بشكل تلقائي الانسان حياته هتتغير، او العاده اللي هو بيعملها هيتغير. ليه؟ لان انت عملت نفس المنطق بتاع علي بن ابي طالب. فلما نحب نكلم ناس بلاش ان احنا لما نحب ننصح حد بلاش فكره ان احنا نروح ننصحه من برج عاجي، او ان احنا ننصحه بان هو الفكر بتاعه غلط، على قد ما انا ابدا ان انا استخدم المنطق بتاع علي بن ابي طالب. انصح دايما بالبديل الصح، انصح دايما من غير ما تهاجم فكره الشخص، من غير ما تهاجم السكن بتاعه، من غير ما تهاجم منطقه الامان. انصحه دايما بحاجه، انصحه دايما بان انت تصغر قوي النصيحه ان هو حاجه يعملها. حتى يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان عارف ان احنا نفسنا مفطوره على ده، يعني بالفطره احنا بنمشي بالشكل ده. فقال لك ايه؟ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يعني انا يعني فكك من فكره التغيير، وان قل دي بعدها ايه؟ تعالى فسرها كده هتلاقي هي فكره علي بن ابي طالب. انت اعمل حاجه بشكل دائم وقليله، طب اللي هيحصل ايه؟ ان القليل هيبقى كتير قدام. لكن لو جيت من النهارده بتعمل كتير ولكن انت عايز تستمر عليه لفتره طويله، ومن دي 1 النفس هتهاجمك، وكل الاسلحه اللي حواليك هتهاجمك، وكل القناعات اللي انت بنيتها على مدار السنين هتهاجمك وهتقف ضدك وهتتعبك وهتعمل لك تحدي هيبقى عظيم صعب جدا ان انت تخرج منه. فتاني علي بن ابي طالب: ان الناس قد بنوا لانفسهم من افكارهم اكواخا لا تهدموها، ولكن ابنوا لهم من افكاركم قصورا، فإن رأوها هدموا أكواخهم بأنفسهم. من أجمل الحاجات اللي ممكن تسمعها. قوم يلا، يعني محتاجين من دلوقتي نقوم ونتحرك ونبدأ نبني قصور جديدة تهدم الأكواخ اللي احنا حابسين نفسنا جواها.